لو انا قلت دلوقتي تحب تحوش فلوس غصب عنك وفي سنة 2026 يكون معاك فلوس كتير جدا، ناس كتير جدا هترد عليا وتقول يا عم واحنا لاقيين ناكل، يا عم واحنا معانا فلوس اصلا. ولكن الحقيقة اللي المفروض انت تفكر فيها، والحقيقة اللي المفروض انت تعترف بيها، والحقيقة اللي المفروض انت تشوفها بشكل كبير جدا، فكرة التحويش عامة مش محتاجة فلوس كتير جدا علشان تحوش، ولكن هي محتاجة طريقة تفكير مختلفة، محتاجة مرونة منك علشان تقدر تتعامل مع الفلوس. النهارده هكلمك عن 4 حاجات لو قدرت انك تستخدمهم بذكاء او قدرت تستغلهم بذكاء في سنة 2026 هيكون معاك المبلغ اللي نفسك فيه، او هتقدر تحوش الفلوس اللي نفسك فيها، او هيكون معاك المهارة اللي تساعدك انك تتحكم في اي مال او في اي فلوس موجودة معاك. الجميل بقى انك هتلاقي نفسك بتعمل كل ده من غير ما تحس. احنا دايما اتعودنا لما بنيجي نشتري اي حاجة ما بنفكرش الحاجة دي مناسبة لينا ولا لا، ما بنفكرش الحاجة دي احنا محتاجينها فعلا ولا لا. اوقات كتير جدا ممكن نشتري هدوم وبعد كده نركنها في الدولاب، اوقات كتير جدا ممكن تروح تشتري عربية وانت مش محتاجها، او تروح تشتري سيارة مثلا قطع غيارها عالية جدا جدا او قطع غيارها مش متوفرة مثلا، بس وقتها لو جيت فكرت وقلت انا ليه هشتري عربيه قطع غيارها غاليه، او ليه هشتري عربيه قطع الغيار بتاعتها مش موجوده؟ ما طبيعي جدا لو احتجت اي قطع غيار هتبقى غاليه عليا جدا، او صعب جدا اوصل لها وهدفع فلوس كتير جدا علشان اجيبها. بس لو انت مثلا فكرت بالطريقه الصح وقلت انا هشتري عربيه قطع غيارها رخيصه وفي نفس الوقت جميله وتكون حاجه شكلها حلو انا راضي عنها جدا، تخيل معايا انت على المدى البعيد هتوفر كام؟ تخيل معايا انت هتكون مطمن ازاي؟ اول قاعده عندي قبل ما احط جنيه في اي حاجه، هل الحاجه اللي انا هشتريها دي هتنفعني ولا هتضيع فلوس وهتضيع وقتي على الفاضي؟ عايزك تبدا تسال نفسك 3 سؤال مهمين جدا هيكشفوا لك حاجات كتيره جدا. هل الحاجه اللي انا محتاج اشتريها دي هتزود دخلي؟ هل الحاجه اللي انا محتاج اشتريها دي هتخليني مثلا اطور من نفسي؟ ولا الحاجه اللي عايز اشتريها دي مجرد احساس حماسي انا عايز احس بيه، مجرد شعور جوايا ان انا حابب اروح اشتري مثلا لبس، اروح اشتري سياره، اروح اشتري ده؟ لازم تسال نفسك الاسئله دي قبل ما تشتري اي حاجه علشان دي هتنقذك من حاجات كتير جدا. انا لما بدات افكر بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي اكتشفت ان 80% من الحاجات اللي انا بشتريها ملاش اي قيمه، 80% من الحاجات اللي عندي انا مش محتاجها، 80% من الحاجات اللي عندي انا راميها ومش بستخدمها كمان. خد عندك بقى ملابس واشتراكات وكماليات ملهاش اي 60 لازمه، سفريات وطلعات كتير جدا ما كانتش بتقربني من النجاح ولا كانت بتخليني اطور من نفسي في حاجه غير ان بضيع فلوسي في الفاضي وبضيع وقتي في الفاضي. لكن لما بدات استخدم الاسلوب اللي بقول لك عليه ده وفرت ايه او كسبت ايه؟ كسبت فلوس، وفرت وقت كبير جدا، والاهم من كل ده ان انا وفرت طاقه كنت بضيعها في الفاضي. صدقني لو انت ما عرفتش تتحكم في 1000 جنيه عمرك ما هتقدر تتحكم في مليون جنيه، لو ما قدرتش تتحكم في مليون، لو جبت لك 20 مليون و50 مليون انت عمرك ما هتقدر تتحكم فيهم. ناس كتير جدا اعرفها بيبقى معاها الفلوس، سواء الفلوس دي جايه من شغل من سفريات، سواء الفلوس دي جايه من وراثه، سواء ايا كان مصدر الفلوس دي ايه، صدقني الناس دي النهارده مديونه، النهارده خسرت فلوسها، النهارده ما معهاش اي فلوس خالص. وده ليه؟ لان ما قدرتش انها تكسب المهاره او ما سالتش نفسها دايما قبل ما تصرف الفلوس بتاعتها انا محتاج الحاجه دي ولا لا. منهم اللي كان بيدور على المنظره، ومنهم اللي كان بيحاول يبين قدام الناس ان معاه فلوس، ومنهم اللي كان بيحاول يبين حاجات كذابه ما خلتوش يكسب اي حاجه خالص في الحياه، زائد انه النهارده مدمر نفسيا. فكل اللي انا بقول لك عليه ده حقيقه واقعيه وقاسيه جدا كمان. الحياه ما بترحمش حد على فكره، الحياه هتقول لك اعمل مجهود 1000 مره من المجهود اللي كنت بتعمله علشان اديك 1% من الفلوس اللي كانت معاك. يبقى انت محتاج تسمع الحلقه دي ومحتاج تركز في كل خطوه انا بقول لك عليها. لو انت واحد من الناس معاك 1000 جنيه ومش عارف ال1000 جنيه دي بتروح فين ولا عارف ال1000 جنيه بتصرف فين، صدقني لو بقى معاك مليون جنيه هيطيروا في اسبوع. لو قدرت تتعلم انك كل ما تقول لنفسك انا محتاج اشتري الموبايل ده بس انا هفكر الاول، تاني يوم اشوف انا هشتريه ولا لا او انا محتاجه ولا لا، استنى بس لتاني يوم، استنى بس ساعه، استنى بس ساعتين، الشعور او الحماس اللي موجود جواك هتلاقيه اتغير تماما. ميولك للموبايل ده انك حابب تشتريه مش هتلاقيه موجود خالص. فما تحاولش تكون اندفاعي واول ما تقرر انك حابب تشتري الحاجه دي تجري تشتريها على طول، ده هيأذيك نفسيا. اول حاجه لازم تحسب الاول انت محتاج الحاجه دي ولا لا. تاني حاجه لازم تخطط الاول، الحاجه اللي انت هتشتريها دي هي هتفيدك في ايه، هتكسب منها ايه. لازم في نفس الوقت تتعلم انك تقول لا، قول لا لرغباتك، قول لا انا مش حابب اشتري الحاجه دي دلوقتي، وبعد يومين او بعد 3 اسال نفسك هل انت لسه محتاج تشتريها ولا لا. دور وحاول انك تبحث بشكل كبير جدا تشوف انت محتاج الحاجه دي تفيدك في حياتك ولا لا. فدايما حط في بالك الفلوس عمرها ما كانت محتاجه مزاج، الفلوس عمرها ما كانت محتاجه مشاعر. اوعى تصرف فلوسك بمشاعرك، دايما اصرف فلوسك بعقلك، دايما خليك قائد وانت بتحاول تختار الحاجه اللي انت هتشتريها علشان فلوسك دي ما بتجيش بالساهل. لو عملت اللي بقول لك عليه اوعدك ان في 2026 انت هيكون معاك فلوس انت عمرك في حياتك ما كنت تتخيل انك تقدر تحوش المبلغ ده. في فتره من الفترات انا في حد بحترمه جدا جدا شفته وهو بيتكلم عن ازاي تقدر تحوش فلوس. الشخص ده انقذني من حاجات كتير جدا، خلي بالك. اتعلمت منه ان دايما اعين من مرتبي 30% او 40% اعتبر نفسي ما اخدتهمش، اعتبر نفسي ما شفتهمش، اعتبر ان هم مش موجودين اصلا ولا انا باخدهم اصلا. يعني على سبيل المثال لو
لو انت بتقبض 10000 جنيه اعتبر نفسك بتقبض 7000 جنيه، وال3000 اللي بتاخدهم دول حاول على قد ما تقدر انك تشتري بيهم اي حاجه، انك تعينهم مع اي حد من قرايبك، انك تعينهم في حسابك ولكن حساب انت ما تقدرش انك تاخدهم دلوقتي، وحاول على قد ما تقدر شهر او شهرين جمعت جرام دهب خد الفلوس دي وحطها في جرام دهب وخد الجرام دهب ده وعينه معاك، وابدا استمر على الاسلوب ده وشوف انت هتحوش كام. على اخر السنه هتستغرب من الفلوس اللي انت حوشتها. الفلوس دي انت اكيد هتحتاجها لحاجات كتير جدا انت حابب تطور من نفسك فيها، او تقدر تاخد المبلغ ده وتبدا تستثمره في حاجه معينه. ف3000 جنيه انت لما تيجي تقول لنفسك والله انا في سنه واحده بس بدل ما اقول انا بقبض 10 لا انا بقبض 7 بس، وتيجي على نفسك سنه واحده بس، شوف بعد كده انت هيكون معاك كام. اخر حاجه ودي نقطه مهمه جدا وعايزك تركز فيها قوي، انت عمرك ما هتقدر تنجح في حياتك، ولا عمرك هتقدر تطور من نفسك، ولا عمرك هتقدر تمسك فلوس، ولا عمرك هتقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها طول ما انت مش راضي عن نفسك، وطول ما انت مش راضي عن حياتك، وطول ما انت مش مؤمن بكلمه الرضا، طول ما انت مش راضي عن مستواك، طول ما انت مش راضي عن بيئتك، طول ما انت مش راضي عن نفسك، هتفضل طول الوقت عايش في قلق وتوتر. التوتر ده هيبدا يعمل ايه في حياتك؟ هيبدا يسرق منك التركيز على الاهداف اللي انت حابب توصل لها، هيبدا يسرق منك الفرص على كل حاجه انت حابب تنجح فيها، هيبدا يسرق منك حاجات كتير جدا انت هتندم عليها بعد كده. فالرضا دايما معناه البس على قد فلوسي، اعيش دايما على قد ظروفي، واشتغل على نفسي دايما بذكاء بدون اي عصبيه خالص، ما احاولش اقلل من نفسي، ما احاولش ابين لنفسي طول الوقت ان انا فاشل او مش هقدر انجح او بس في نفس الوقت اتعلم وطور، وحاول تقرب من ناس نجحت في مجالات كتير جدا وشاطره في مجالات كتير جدا. حاول انك تكون موجود في بيئه، او حاول تكون موجود مع ناس نجحت في مهارات ممكن تغير حياتك لو انت اتعلمتها، زي مثلا لو انت اتعلمت التسويق الرقمي، او اتعلمت ازاي تبيع حاجه اونلاين، او اتعلمت مثلا صناعه المحتوى، او اتعلمت مثلا الجرافيك والتصميم او البرمجه، عندك بقى اداره السوشيال ميديا، عندك التجاره الالكترونيه، حاجات كتير جدا، بحر كبير جدا مش هينتهي. دي مهارات كلها بتجيب فلوس، مهارات كلها بتكسبك حاجات كتير جدا، مهارات كلها بتحسن دخلك بشكل كبير جدا بدون ما تكون محتاج لاي حد. 99% من المهارات اللي بكلمك عنها دي تقدر تتعلمها من خلال التليفون بتاعك بس، وانت قاعد في البيت في وقت الفراغ، الزمن اللي انت عمال بتشكي فيه نفسك وعمال بتندب طول الوقت وعمال بتقول فلان ظلمني وفلان كذا وفلان كذا. لو قفلت على نفسك كل يوم ساعه او ساعتين وقدرت تتعلم مهاره واحده من اللي بقولك عليهم دول، حياتك هتتغير 180 درجه وهتدعي لي بعد كده. فاهم حاجه حابب اختم بيها، اول ما تقبض لازم يكون في خصم اجباري غصب عن مزاجك وغصب عنك. مرتبك اول ما تمسكه في ايدك اخصم 20% او 30% زي ما قلت لك. اعتبر الفلوس دي انت ما قبضتهاش خالص. لو مرتبك زي ما قلت لك 10 كانك بتقبض 7. دايما عيش نفسك في الوضع ده، انا بقبض 7 يا جماعه بس. فتخيل معايا كده انت تقدر تعمل بال3000 جنيه دول ايه؟ ممكن تحطهم مثلا في جمعيه، ممكن تشتري بيهم ذهب، تقدر تستثمر بيهم بعد كده لما تبدا تحط مبلغ على مبلغ، تقدر تحطهم في اي حاجه ممكن تحافظ على قيمتهم. فتخيل نفسك معايا بقى بعد سنه وبعد سنتين او بعد 3 وانت ماشي كده بنفس النظام، ماشي بنفس الاداره اللي بقول لك عليها دي، هتشوف فرق كبير جدا هيخضك بعد كده. مش هتتخيل ان حياتك اتغيرت ازاي. كفايه انك ما بترميش فلوسك في الشارع، كفايه انك ما بتضيعش فلوسك شمال ويمين، ده انت هتلاقي نفسك بتوفر مبالغ كبيره جدا انت كنت بترميها او كنت بتضيعها كده في الارض وخلاص. هقول لك على عادات خطيره جدا جدا بتساعد ان اي محاوله تحويش منك علشان تقدر تمسك فلوس تخليها تفشل، وتخليك ما تقدرش تمسك فلوس، وتخليك دايما محتاج لاي حد. فلو عايز تفشل صح اعمل الحاجات اللي هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه دايما اصرف فلوسك عشوائي من غير ما تعرف انت بتصرف فلوسك فين. كل ما يجي في بالك انزل اشتري لبس تنزل تشتري لبس وما تفكرش في بكره. كل ما يجي في بالك انزل اعمل كذا تنزل تعمل كذا. اجيب هديه لفلانه اجيب هديه لفلان. كل ما تلاقي نفسك حزين او كل ما تلاقي نفسك متاثر بمشكله معينه تبدا علشان تحسن مودك او علشان تحسن نفسك تبدا تاخد بعضك وتروح تشتري بقى اي حاجه حتى لو انت مش محتاجها. المهم ان مودك يتحسن وخلاص. اخطر نقطه انك تقارن نفسك بالناس. مفيش حد قارن نفسه بحد الا لما فشل وما نجحش وما عرفش يطور من نفسه في اي حاجه. فكره بقى انك تنتظر الفرصه السحريه اللي هتغير حياتك وهتخليك اغنى حد في الدنيا ده مش هيحصل. مش هيحصل طول ما انت ما بتشتغلش على نفسك، ولا طول ما انت ما بتحوش، وطول ما انت ما بتطورش في نفسك، وطول ما انت ما بتتعلمش. فهي مش هتجيلك كده الا اذا انت ورثت من حد. النقطه اللي بعد كده، لو انت من الناس اللي ما بتصبرش، لو انت من الناس اللي دايما بتستعجل على النتيجه، فعمرك ما هتحقق اي حاجه ابدا. لو انت بقى من الناس الجميله جدا اللي دايما شايفه ان فشلها بسبب الظروف، بسبب البيئه اللي كانت فيها، بسبب المحيط اللي كانت عايشه فيه، طول ما انت شايف ان كلمه الظروف هي الشماعه اللي تحط عليها فشلك، عمرك ما هتنجح. لازم تعترف بفشلك وتتعلم منه، عشان ده هيكون اول سلمه في طريق النجاح. فهقول لك على جمله لو حطيتها في ودانك وركزت فيها كويس جدا جدا وقدرت تفهمها كويس جدا، ان ظروفك عمرها ما هتتغير طول ما انت ما بتتغيرش. الظروف بتتغير مع الشخص اللي بيغير من نفسه، الظروف بتتغير مع الشخص اللي بيبدا يطور من نفسه، الظروف بتتغير مع الشخص اللي بيحب نفسه، الظروف بتتغير مع الشخص اللي بيبدا يغيرها قبل ما هي تغيره غصب عنه. فانا بوعدك لو مشيت على اللي قلت لك عليه في حلقه النهارده، حياتك هتتغير 180 درجه، وفي 2026 هتمسك فلوس انت ما كنتش
كنتش تتوقع ان المبلغ ده انت تقدر تحوشه. ده غير كمان ان ثقتك في نفسك هتزيد، ده غير كمان انك هتلاقي نفسك بتطور من نفسك، ده غير كمان انك هتلاقي تطور في عقليتك رهيب جدا جدا جدا. حاول انك ما تحرمش نفسك من اي حاجه، وفي نفس الوقت احترم مستقبلك واحترم بكره. اتمنى اللي قلته لك النهارده ده ياثر فيك ويفتح لك مجال انك تشوف حاجات انت ما كنتش بتحسبها ولا كنت بتشوفها. ولو الرساله دي وصلتك فعلا فما تنساش انك تعمل لايك وشير وتبعت فيديو ده للناس اللي موجودين حواليك. سلام.